تخيل يكون في ناس عايزين يوصلوا لك معلومه مش عارفين يوصلوا لك. ضعف السمع مش كله درجه واحده، في منه درجات، في درجه ضعيفه، في درجه اقوى، في درجه اقوى جدا. وخلينا اشرح لك ان ضعف السمع منه نوعين اساسيين. ضعف السمع التوصيلي، ومن اشهر اسبابه وجود شمع في الاذن الخارجيه، وده بيجي في كبار السن، وده يعتبر اشهر سبب لضعف السمع التوصيلي. بالنسبه للاطفال اشهر سبب لضعف السمع التوصيلي هو وجود ارتشاح في طبله الاذن، وده بيبقى ليه علاجات دوائيه وساعات بنحتاج ليه عمليات. في نوع تاني وهو ضعف السمع نتيجه ان الطبله فيها اي مشكله او فيها ثقوب، دي بيبقى علاجها الاساسي ترقيع للطبله. والنوع الثاني هو ضعف السمع الحسي، وده بيبقى نتيجه ضعف في الاذن الداخليه. الشكل الثاني ان يكون في اصوات عاليه متردده على الاذنين، ودي مع طبيعه بعض الاعمال اللي بيبقى فيها التعرض للاصوات العاليه. وطبعا العمليات اللي بتبقى موجهه لعلاج ضعف السمع التوصيلي او ضعف السمع الحسي بيبقى ليها بعض الاشياء الثانيه المصاحبه، زي ضعف السمع المفاجئ نتيجه تعرضه لالتهابات فيروسيه او لتعرضه لاصوات مباشره، دي ساعات بنحتاج نعمل فيها حقن في طبله الاذن او حقن في الاذن الوسطى. اهم حاجه في التعامل مع ضعف السمع ان احنا ما نتاخرش. لو حسيت بضعف سمع او لو حسيت في ابنك بضعف سمع لازم تتحرك بسرعه، ده يخليك ترجع تسمع وتعيش حياتك بشكل طبيعي. ما تترددش لزيارتنا في عيادات اندلسيه.